ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. وحشتوني كتير جدا، والفيديو بتاع النهارده اتطلب مني كتير خالص، وهو ازاي تعمل جدول وتمشي عليه. ففي الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على 7 خطوات تعمل بيهم جدول ناجح وتوب التوب. كمل الفيديو ده للاخر وهات كوبايه شاي وورقه وقلم وركز معايا. واول ستيب معانا هي انك تحدد اهدافك، والخطوه دي انت عارفها كويس جدا جدا وبتسمعها على طول، بس تعالى اقول لك تعملها ازاي. بمعنى انت في الجدول ده عايز تخلص كام درس، كام فصل، عايز تعمل جدول للامتحانات، جدول للمراجعة، جدول للمذاكرة، وعلى حسب نوع الجدول وهكذا. فدي اول خطوة، فانت لو عملت الخطوة دي صح باقي الخطوات هتبقى معاك صح. تاني ستيب معانا وهي انك تحدد مهماتك. بمعنى انت دلوقتي اخترت في الستيب الاولى انك هتخلص الفصل الاول. الفصل الاول ده 5 دروس، تمام؟ فانت عايز تخلص ال5 دروس دول في اسبوع. هتعمل ايه؟ هتحدد المهمات بقى. ال5 دروس دول هتقسمهم على الاسبوع، وده بالنسبه للماده. هتمشي بقى على كل المواد بنفس النظام ده، تمام؟ فدي الستيب الثانيه. وطبعا هتحدد المهمات من حيث الاهم الى الاقل اهميه الى الاقل اهميه وهكذا. تالت ستيب معانا وهي تحديد الاولويات، والستيب دي مبنيه على الاثنين اللي فاتوا، وخصوصا الستيب رقم 2 واللي هي تحديد المهمات. انت دلوقتي حددت المهمات بتاعتك اللي انت عايز تذاكرها في الاسبوع ده وعايز تخلصها كمان. انا دلوقتي حددت ان انا مثلا هذاكر كيمياء، هذاكر فيزياء، هذاكر احياء، هذاكر جيولوجيا. طيب الاولويه بتاعتي لمين فيهم؟ مش هنقول بقى الاولويه علشان خاطر ده صعب يبقى هو ده الاول، وعشان خاطر الناس بتقول ان ده سهل يبقى ده في الاخير. لا، مالكش دعوه بالناس، هتحدد الاولويات على حسابك انت. بمعنى انا عندي الفيزياء صعبه هبدا بالفيزياء، واحد تاني عنده الكيمياء صعبة هيبدأ بالكيمياء، واحد تالت عنده الأحياء هي اللي صعبة هيبدأ بالأحياء، واحد رابع عنده الجيولوجيا هي اللي صعبة فهيبدأ بالجيولوجيا وهكذا. فأنت لما تيجي تحدد الأولويات تحدد الأولويات على حسبك أنت، تمام؟ بمعنى أنا دلوقتي عندي الكيمياء صعبة وأنا لسه ما أنجزتش فيها، يبقى طبيعي هبدأ بالكيمياء. طيب بعد كده عندي الفيزياء والأحياء والجيولوجيا، بالنسبة لي أنا هما زي بعض، فانا هشوف مين فيهم اللي انا متاخر فيه وهبدا فيه، يعني اخليه رقم 2 وهكذا. هقسم بقى عادي الاولويات بتاعتي على حسب النظام ده، وتمشي بقى عادي على كل المواد وعلى حسب المهمات اللي انت حاططها لنفسك او التارجت اللي انت حاطه لنفسك تخلصه خلال الاسبوع او الشهر او الجدول اللي انت عامله. ودي كانت الستيب رقم 3. رابع ستيب معانا وهي توزيع الوقت، ودي اهم ستيب فيهم لان معظمنا بيعملها غلط. تعال اقول لك ازاي. انا شفت جداول كتير معموله غلط بسبب الحركه دي. تلاقي واحد يعمل لك ايه؟ من 2 ل 4 فيزياء، من 4 ل 6 كيمياء، من 6 ل 8 جيولوجيا، من 8 ل 12 فرنساوي. احنا نضحك على بعض؟ لا، ده غلط خالص، غلط خالص. هقول لك ازاي توزع الوقت بتاعك. حاول تخصص وقت منتظم لكل حاجه انت بتعملها في اليوم. يعني مثلا يومك فيه 24 ساعه، بتاخد منهم 10 ساعات نوم، تاخد منهم كمان 5 ساعات مرجع ودروس والكلام ده، يبقى كده 15 ساعة. يعني فاضل كام؟ فاضل 9 ساعات. نقول كمان 3 ساعات منهم مرقعة كمان، يبقى انت كده فاضل لك 6 ساعات. انت لو قسمت 6 ساعات دول على مذاكرة مادتين في اليوم انت كده هتنجز خالص. بس مذاكرة مذاكرة يعني جد، يعني اللي هو انت تقعد تنجز، تقعد تخلص وهكذا. طبعا هتبدأ بايه؟ بالصعب بالنسبة لك. طبعا هتقسم الوقت على حسب ايه؟ يومك. بمعنى واحد بينام 10 ساعات، واحد بينام 3 ساعات وهكذا. مش لازم تعمل زي ما انا بقول بالظبط. ستيب رقم 5 وهي انك ما تعملش الحاجه اللي بتعملها لمده 4 او 5 ساعات متواصلين. ناخد مثال، انت بتذاكر 3 او 4 ساعات ورا بعض. ده طبعا ما بيحصلش ونادرا لما بيحصل، بس ما علينا كلنا عارفين كده، تمام؟ ذاكر مثلا ساعة وخد بريك 10 دقايق، ربع ساعة وهكذا. والستيب رقم 6 هي التعديل. بمعنى هتعدل على الجدول بتاعك، هتيجي اخر الاسبوع تشوف ايه اللي ظبط في الجدول وايه اللي ما ظبطش. مش هقول لك ان الجدول هيظبط من اول مرة، لا خالص، تمام؟ بس هتلاقي ان في حاجات وجعت منك في النص، فانت تحاول تعدلها بحاجات تاني، تشوف اللي ظبط وتعمل زيه وهكذا لغاية لما الجدول بتاعك يبقى فل فل وتوب التوب. الستيب رقم 7 واخر ستيب معانا وهي انك تعمل جدول مرن. بمعنى انه يكون قابل للتعديل، يكون جدول على حسب ظروفك الشخصية وعلى حسب احتياجاتك وعلى حسب اهتماماتك كمان. اهتماماتك بالنسبة للمواد برضه خد بالك منها، دي حاجة مهمة جدا. بس يا باشا، وده كان فيديو لذيذ كده وخفيف حبينا بس نبدأ بيه، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى احسن من كده بكتير. وشوف انت عايزني اتكلم في ايه واكتبولي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو ده لاصحابك. وبس كده، سلام.